ازيكم عاملين ايه؟ الدنيا لو قررت تشتي النهارده هتبقى عملت معايا الغلط. بصراحه قررت اغسل النهارده، فانا في هدوم هنشرها حالا، فمش عارف بقى دي هيبقى مصيرها ايه، لان انا عايز اروح النهارده برضه، عايز اروح بيتنا النهارده، فمش عارف يعني هنكتشف سوا. الهدوم مش كتير، ولكن لو ما اتنشفتش قبل ما امشي فهضطر اسيب الهدوم كده. المهم ان الجو هوا قوي، والمشكله ان الموضوع يعني متاكد ان هي تشتي تقريبا بنسبة 90%. إن شاء الله الهوا ده ينشفهم بسرعة خلال ساعتين ولا حاجة لمهم يعني. لسه في تاني بقالي كتير أنا والشباب بنسعى إن إحنا نرتب الشقة وننظمها شوية وننظف الحاجات اللي محتاجة تتنظف ونكنس ونمسح والكلام ده كله، ولكن مكسلين أو يعني إيه ما بنتجمعش كلنا مرة واحدة هنا، فيعني الدنيا بتبوظ شوية. في حاجات كتير قوي مش مترتبة، وفي حاجات كتير قوي عايز تشال من مكانها. بس الفيديو ده أنا عامله عشان أتكلم في حاجة مهمة قوي، وهي بص يا عم، احنا في الطبيعي خالص بنمر بحاجات في يومنا بنحتاج فيها بشر تانيين. بمعنى صح، بتبقى مثلا بره في الكلية أو في عامة طلعت تواجه العالم، فحصل مشكلة، فخلاص أنا هرجع البيت المشكلة هتتحل عشان بابا موجود أو أخويا موجود أو ماما موجود. فاهم يعني؟ أبسط المشاكل دي أنت وأنت بتاكل بره، فصوص البيك تيستي وقع هنا كده أو هنا كده عشان تبقى منطقية. طب هي هنا، طب دي مشكلة هعملها ازاي؟ ماما موجوده او اختي موجوده، خلاص هتغسل لي الهدوم دي لان هي هتحل لي المشكله دي. فهنا انا يعني في ابسط المشاكل دي انا متعودش ان انا اعتمد على نفسي في الجزئيه دي تحديدا. فلما تيجي تبقى لوحدك هتلاقي ان انت مضطر ان انت تدور وتشوف ازاي ممكن تشيل صوص البيك تيستي من هنا وما يبقعش الهدوم او ما يبوظش الهدوم اللي انت بتعملها، وازاي تغسلها وازاي تنشر وكل الكلام ده. انا دلوقتي في السكن وعايز اغسل الملايه بتاعتي، هغسلها ازاي؟ ماما اللي كانت بتغسلها، عشان مضطر ان انا اعمل ده لوحدي دلوقتي. وايا كان انت بتقعد لوحدك باختيارك او بتقعد لوحدك ان انت مجبر، مثلا عندك كليه فمضطر انت تقعد في السكن، بس انا شايف ان حتى لو الظروف ما اجبرتكش ان انت تقعد لوحدك شويه، فلازم تحاول ان انت تقعد لوحدك او على الاقل تعتمد على نفسك كاعتماد كلي، اكنك بالظبط بعيد عن اهلك. عايز اقول حاجه كمان، الموضوع مش بس مجرد ان انت في مهارات او سكيلز هتتعلمها في الطريق للحاجه دي، ولكن نفسيا وعقليا هتحس ان انت بتتغير، مش نفس الشخص 100%، مش نفس الشخص. فانت محتاج تقعد مع نفسك فتره علشان كمان تفكيرك يتغير، طريقتك والمنتاليتي بتاعتك، فتبدا تفكر ان انا حتى لو لوحدي عادي هقدر ان انا اتبسط، هقدر ان انا اعمل كل حاجه زي ما انا عايز. ويفضل ان انت كل فتره لو انت حسيت ان انت في منطقه الراحه، طالما انت مش مستقر كده كده يعني عادي، انت لسه بتجرب، فاخرج بره فتره الراحه او بره منطقه الراحه اللي انت فيها. كل فتره لو حسيت ان انت خلاص بقى ايه، بدات ان انت في حد بتتعود ان هو موجود وبتتعود ان هو بيعمل لك حاجات معينه او ان هو بيساعدك في طريقه معينه، انت لا، انت خلاص بتخرج بره الفتره دي وتبدا تواجه تاني مع نفسك، عشان تتعود على الاقل ان انت تتحمل. انت في مكان بعيد عن اهلك، او وانا بعيد عن اهلي بتعب، بكون عايز اعمل اكل، بكون عايز اشتري حاجات. انت حتى لو تعبت لوحدك فانت مضطر ان انت تعالج نفسك، مضطر ان انت تنزل لمستشفى او صيدليه، مضطر ان انت تعمل كل ده مع نفسك. عايز اقول كمان ان انت هتلاقي الصفاء الذهني لما تعتزل شويه عن وجود بشر انت متعود عليهم طول الوقت، تبدا تفكر بشكل ايجابي اكتر في حياتك، في مستقبلك، في كل حاجه. حتى وانا لسه الدراسه ما بداتش بحب اجي اقعد في السكن، حاسس ان هو مريح بالنسبه لي اكتر، الجو هادي فيه اكتر. وبما اننا كنا في اجازه ولسه يعني ايه قربنا نرجع للسكن تاني والكليات تاني، عايز اوريك بس الترابيزه اللي ورايا دي. الترابيزه اللي ورايا دي ابسط حاجه موجوده في الشقه تقريبا. لو دخلت المطبخ دلوقتي هلاقي مدعكه بجد، يعني حاجه قويه جدا، محتاجه شغل، محتاجه شغل كبير قوي. فوجودك في مكان بعيد عن اهلك او ما فيهوش اهلك عشان يساعدوك في حاجه زي دي، ده هيخليك تحديدا، هيخليك تقدر وجود مامتك في البيت او اختك الكبيره او عمة ايا كان مين، بس الناس اللي بتساعدك في انك المكان يبقى نظيف وان المكان يبقى متروق كويس او ريحته حلوه او ايا كان. الجو هوا جامد، ما علينا، بيتعبوا قوي
يعني هتقدر فعلا قيمه الحد اللي بينظف لك البيت، ايا كان مين، ايا كان مين بقى. الموضوع متعب جدا، الموضوع ما فيهوش بقى ايه ولد وبنت ومش عارف ايه، لا انت المفروض كبني ادم بترتب المكان اللي انت قاعد فيه، ما تخليهوش يعني زريبه بالمعنى البلدي كده، لان احنا نوعا ما برضو نرتب الدنيا هنا لما تبوظ خالص. بس مش هتفرق يعني، ما تربناش نوعا ما على كده، فاهم؟ اللي هو ما تعودناش ان احنا انت لا لازم تنظف، والموضوع ده بتاع بنات. وفي على فكره اسر يقول لك ايه ده ولد هينظف، هي باظت ولا ايه، الدنيا باظت، ويقوم البنت تنظف ويخلي الواد كده قاعد اللي هو لا طبعا ما ينظفش مش عارف ايه. غلط يا جماعه، بجد غلط جدا. انت لازم تعمل كل ده ولو قعدت لوحدك او لو اتجوزت وبعدين زوجتك لاي سبب سابت البيت، لاي سبب طارئ او تعبت او ايا كان، انت اللي هتعمل ده بجد. انت هتعمل ده، هتجيب بقى والدتك تاني وتعب وحوارات. فانت كراجل لازم تتحمل مسؤوليه الحاجه زي دي. بس فهتقدر قوي قوي. بس تلاجة هتقدر قوي قد ايه الناس دي بتتعب. يعني مثلا جرب تخش تغسل مواعين، موضوع متعب قوي. انت لو لو جيت تخش تغسل مواعين وبتغسلها بضمير ومش عارف ايه، هتقعد 3 ساعات. ده في اول مره تيجي تغسل مواعين. ممكن اغسل مواعين لان انا جربت كتير بقالي 4 سنين. الموضوع بالنسبه لي مش بسيط، بس هو متعب وبيوجع الظهر بيوجع الايد. انت واقف قاعد على عامل بتاعك عمال تغسل المواعين، ظهرك هيوجعك، ايدك هتوجعك، اعصاب ايدك ذات نفسها هتموت. فحاول ان انت ايه تعود نفسك على حاجه زي دي، لان انت كده كده هتعمل ده. خليني اعمل الفوضى اللي هنا دي شويه عشان اشغل بقى الاضاءه ونقعد نتكلم شويه هنا يعني. بس فرتب الحاجات دي وارجع. وفي الغالب معظمنا دلوقتي بيدور ان هو ايه، انا هخلص دراسه وهروح بقى ايه، اسافر بقى اي دوله اوروبيه، اسافر السعوديه، اسافر ايا كان. فاللي هو طب ما انت من البدايه بقى، يعني من البدايه دي هتحاول ان انت كده كده هتقعد لوحدك. الهوا قوي، حاسس ان انا بكلم ولاد خالتي، فاهم؟ قاعدين معايا في الشقه عادي يعني. بس ما علينا. طبعا الهوا ده خلاني انشر الملايه ب 15 16 مشبك اللي موجودين عشان ما اضطرش. بس حاليا انا في السنه دي بقول ان قعدتي في السكن بعيد عن البيت تكاد تكون اريح من قعدتي في البيت، لان انا مش بيتحط عليا المجهود الاكثر بقى، اللي هو ايه، انزل هات لنا حاجه مثلا، او تعالى نتغدى، تعالى مش عارف ايه. انا هتغدى وقت ما احب، هتعشى وقت ما احب، هنزل وقت ما احب، هرجع البيت وقت ما احب، هعمل اللي انا عايزه نوعا ما يعني. وبس كده، دي نهايه الفيديو. انا خلصت كلام. بصراحه الكلام اللي انا كنت بقوله كنت حاسس ان انا بقوله من جوايا كده، ان انا عايز اقول الكلام ده. النهارده خميس، فيديو بيتصور النهارده، بحاول ان انا ما اخروش قوي يعني، بس هي بتيجي صدفه كده يعني. صايم وهنزل انزل ايه، هنزل كافيه عشان همنتج كذا حاجه وهرفع كذا حاجه. عايز نت يعني قوي، نت مش احسن حاجه، بس ما علينا. اشوفك الفيديو اللي جاي. ولو الفيديو مفيد، يعني لو الفيديو مفيد قول لي، لو انا المواضيع اللي بتكلم فيها حلوه قول لي يعني عشان نكمل فيها، لو مش حلوه نغير مواضيع. اشوفكم في الفيديو اللي جاي الجمعه الجايه، وهتبقى رابع جمعه على التوالي. النهارده دي تالت جمعه على التوالي. بس يا عم، سلام.